السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتي اكلات من مطبخ نسمة الجالي. والنهارده هنعمل لحمه بالبصل. عندي كده لحمه ضاني، بدات ان انا كده اقطعها، معرفتش اقطعها بصراحه، كان مليانه عروق كده وعظم. فعملت بس فيها فتحات كده، وحطيت بقى حله على النار فيها شويه زيت وشويه ملح وشويه فلفل، عشان اللحمه تتشوح معايا كده بنكهه الملح والفلفل وما تلزقش معايا كمان في الحل. بدات ان انا كده اشوحها، انزل باللحمه كده في الحله، واول ما اخدت معايا لون كده بدات ان انا اقلب فيها بقى. تمام. وعندي بقى كده حوالي ربع كيلو من البصل. هم 4 بصلات يعني متوسطين، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي. تمام، قطعتهم جوانح كده. وكان عندي كمان راس توم حطيتها معاهم. وهبدأ بقى ان انا انزل بالبصل، بس هشوح كده اللحمة مع التوم كده الاول، وريحة التوم تطلع معايا. انا حطيته في صوص صحيحة ما فرمتهوش. ونزلت كمان بالبصل الجوانح. هحط بقى بهاراتي ونكه اللحمة بتاعتي، وهحط كمان معلقة صغيرة من السكر، وهحط بقى معلقة من البهارات بتاع اللحمة، واقلب كده كويس. بصوا بقى، الريحة جامدة. وحطيت معلقة صغيرة كمان من القرفة، وشوية من الورق اللورا. ورق اللورا كان متكسر عندي كده، فحطيت كده شوية صغيرين كده. وبدأت ان انا اغلي بقى مية كده، واحط عليها مية سخنة مغلية. تمام. الريحة بقى خطيرة يا جماعة، تحفة. هبدأ بقى ان انا اسيبها تستوي معايا. بصوا، دابت بقى معايا خالص. بصوا المنظر. سيبوها خالص لغاية ما تستوي معاكم كده، بيبقى طعمها جميل جدا. عملت معاها شوية بقى رز بالشعرية، وهقدمها بقى في طبق التقديم. بصوا بقى شكل اللحمة جميلة متكرملة كده، والبصل كمان. هتدوقوها بقى وتجربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا شكل اللحمة خطيرة. جربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. واذا وصلتوا الفيديو هنا، يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. شوفوا اللحمة دايبة ازاي. تعالوا بصوا بقى. بصوا، انا مش قادرة امسكها، مولعة.